احكي لكم حكايتي باختصار. انا مطلقه، كنت متزوجه وجوزي ما استحملش جناني وعصبيتي ونرفستي وعدم تحملي للمسؤوليه واتطلقت. بعدها عشت حياتي وعملت اللي انا عايزاه شمال ويمين، وما فرقش معايا ابدا اي حد في الدنيا. اللي حصل دلوقتي ان انا بكلمكم بخصوص موضوع انا عملته. انا مش عايز حد يغلط فيا، مش عايز حد يهني، مش عايز حد يجي عليا ولا يشتمني. اللي انا عملته ان انا خرجت بين اتنين، راجل ومراته، وخربت حياتهم. وانا مش بكلمكم علشان تشوفوا حل، انا بكلمكم علشان تقولوا لي انا كده كنت صح ولا غلط. انا اكيد مش هاممني رأي حد، بس انا حابة اشارككم الموضوع اللي انا عملته واعرفه لكم بالظبط. انا اتعرفت على حد اصغر مني في العمر وتزوج وعنده اولاد. عجبني فيه ان هو اهبل ويبقى زي الخاتم في صباعي، وبعمل اللي انا عايزاه وهو بيراضيني. مراته ست محترمة جدا، شغالة شغلانة محترمة. هو مش صايع، بس هو بيعمل برضو الحاجات دي على كيفه. انا ست صاحبة مزاج وصاحبة شرب، وحابة ان انا ابقى مع اي حد، وبعمل لاي حد اي حاجة هو عايزها. هي دي مش المشكلة ولا دي النقطة خالص. المشكلة ان زوجته بتتهمني ان انا وراء الخراب بتاع البيت، وشافت رسائل ما بيننا انا وهو، وبتقولي كلام عني مش مظبوط. مش دي المشكلة ومش دي القضية. المشكلة دلوقتي ان هقول لكم من البداية خالص. طبعا زوجته كانت بتروح شغلها وما كانتش فايقة او فاضية تبقى طول الوقت موجودة في البيت وتفهم ايه اللي بيحصل في بيتها. انا عملت لهم عمل بالتفرقة باسمه واسمها داخل منزلها. وحصل بالفعل خلاف ما بينهم ادى ان كل واحد مش فاهم ايه اللي بيحصل في اللي حواليه. هي سابت البيت ومشيت، وهو خلاص بعد عنها وبقى يكرهها وبقى زي الخاتم في صباعي. انا طبعا فرحانة من حاجة زي كده. الحاجة دي حاجة متطورة جدا. هتقولوا عليا انسانة جهلة، لا انا مش جهلة. تقولوا عليا خرابة بيوت، انا مش خرابة بيوت. هو كان عايز ياخد معاها حل وموقف، وانا حاولت اساعده في ده. خليتها بره في الشارع، اترفدت من شغلها، خليتها يحصل ما بينها وبينها بينه وبينها مشاكل. حاولت يبقى في خراب في حياتها. ما عرفتش تشتغل بعد كده. اترفدت من شغلها بدون اي سبب. زوجها طبعا بقى يتهمها بحاجات ما حصلتش، وحسيت ان الموضوع جاب مفعول فظيع. وانا فرحانة بحاجة زي كده بصراحة. المهم هي مراته طبعا اللي انا عرفته انها اتجهت لشيخ وراح قال لها فعلا انت معمول لك عمل بالتفرقة من 40 يوم، وحصل منكم مشاكل من خلال ال40 يوم، ويا ريت حد مقرئ يدخل عندكم البيت ويقرا قرآن ويحصنك انت وهو. دي واحدة عاملاله كذا كذا عمل بالتفرقة بينك وبينه، وعاملاله بالطاعة وعايزة تتجوزه وتخرب عليكي. طبعا انا ما اعرفهاش، انا شفت صورتها وشفت قد ايه جوزها بيحبها، فانا الغيرة ولعت في قلبي، وحاولت ان انا ادمر لها حياتها. هو انا ما فزتش في النهاية. انا للاسف هي اللي فازت، هي اللي رجعت ورجعوا لبعض تاني. انا اللي اهملت واترميت في الزبالة زي ما بيقولوا. كنت فاكرة ان موضوع الاعمال ده موضوع شيق جدا، وبس للاسف ما خدش وقت طويل. بس اللي انا عرفته ان هو كل سنة، من كل 3 شهور في اخر السنة بيحصل خلافات ومشاكل. بيفضلوا في الربع الاولاني من السنة بعاد عن بعض، وبيرجعوا في النص السنة وبيحصل مشاكل برضو في نهاية السنة وهكذا. ده حالهم بقالهم اكتر من 3 سنين على نفس الوضع وعلى نفس الحال ده في وقت ما انا عرفته.
هو طبعا بيقول لزوجته ان انا اللي بجري وراها، ان هي اللي بتجري ورايا، ان هي اللي بتقول حوارات عني وكلام عني ما بيحصلش. بالعكس، هو اصلا اللي لازق لي، هو عرض عليا انا الجواز، هو اللي كلمني، بس انا اللي عامله له حاجه زي كده علشان يفضل بيريل بس عليا، عشان بس انا اشوف انه اسلوبه وموقفه ده بيريحني انا كواحده، واحس ان انا بني ادمه. انا في الشكل اصلا مش حلوه خالص، عندي عقد نقص، وعندي عندي حاجات مش مظبوطه، بحس بالغيره دايما، بحس دايما بالنقص، بحس ان انا استحق اكتر من كده، بحس ان هي خساره فيها كل حاجه حلوه. هي حلوه واموره مراته وكويسه جدا وكل حاجه، بس ومش نفس الستايل ومش نفس اي حاجه، بس انا حابه ان انا ادمر لها حياتها. هو داخل في دماغي ان انا اعمل حاجه زي دي معاه. طيب انا مش بقولكوا دلوقتي يا جماعه انا كده صح ولا غلط، انا بقولكوا ان انا حاولت ان انا احس بنفسي ان انا تمام في حاجه زي كده انا بعملها واقتنع بيها، وفي الاخر للاسف كله بيعارضني وكله يقول لي انتي واحده مجنونه مش طبيعيه. انا مش شايفه نفسي ان انا مجنونه وان انا مش طبيعيه، انا شايفه ان انا اللي بعمله ده من حقي، طالما بني ادم زعلان من حد وجي اشتكالي انه مؤثر فيه نفسيا، انا لازم اساعده في حاجه زي كده انه ازاي يتخلص منها. وانا كنت فرحانه انه انا كنت السبب في ان انا اخرب عليه، وان هو يفضل معايا انا وهي تبقى في الشارع، هي وعيالها ملهاش لا سكن ولا بيت يأويها، وزوجها ما يردش عليها، وهي حتى تفضل تعيط. انا كنت بحس ان انا ست ملكه بصراحه باللي بيحصل ده، لان هو كده كده تحت رجلي زي الكلب، ولو شفتوه مذلول تحت رجلي هتنبهروا ان هو انا عملت معاه كده ازاي. بس الموضوع ما فلحش للنهاية، لان هو كده كده رجعت له تاني وانا ما بقتش معاه. بس هو كده كده هو اصلا مش فارق معايا، لان انا عندي صحاب كتير، وبعمل بدل العلاقة مرة بعملها مع 5 افراد ممكن في اليوم او اكتر مع اي حد، فمش هيفرق معايا. هو انا بشرب اصلا، واهم حاجة دي دماغي، ان انا افضل اعمل دماغ. فاي حد بيبقى معاه دماغ او معاه المواد دي ببقى معاه، وبحاول ابعد اي حاجة متعلق بيها علشان يفضل معايا انا بس. انا مش وحشة، انا بحب اعمل اللي انا عايزاه، ومش شايفة ان That man is trying to kill you. I've seen who you guys become. If you want. انا بحب اعمل اللي انا عايزاه، ومش شايفة ان انا غلطت او انا غلط في حاجة معينة. اللي انا شايفاه ان انا شايفة ان انا على ثواب وعلى حق، واللي انا عملته ده هي تستحق اكتر من كده، لان هي ما تستاهلش انها تكون عايشة حياة طبيعية. هتقولولي انتي غيرانة منها علشان انتي حاسة بالنقص انها فعلا افضل منك. هقولكم ممكن تكون دي اوهامكم اللي انتوا واهمين نفسكم بيها. على العموم انا قلت اللي خلص ضميري، وقلت اللي حصل بالتفصيل، وهستنى منكم تقولولي انا فعلا اللي عملته ده غلط، وهل اعترف لها. هي جات اتصلت بيا في مره وسالتني، بس انا ما اديتلهاش فرصه انها تتكلم معايا، كانت بتعيط وتقولي اسمعيني، انا مش عارفه انتي بتتصلي بيه بجوزي ليه، بس انا عايزه افهم منك حاجه، هل حصل بينك وبينه حاجه؟ ده كان كلامها معايا. رحت شتمتها وقلت منها، خلتها تكره اليوم اللي خلتني اسمع فيها صوتها. فانا مش شايفة ان انا عندي جبروت، بس انا اتهمت زوجها ان هو اللي بيتواصل معايا وهو اللي رامي نفسه عليا. انا فرحانة وسعيدة جدا اللي انا عملته. الموضوع شيق جدا، الموضوع جميل جدا. انا اسمي دعاء عادل، شغالة في التمثيل، وده اللي حصل بيني وبين حد من زمايلي اصغر مني ب10 سنين. كنت بعمل كده عشان احس ان انا لسه شباب مش عجوزة وشمطاء. انا شكلي معفن دلوقتي، وشكلي لا يتبصله ولا اي حاجة،
بس انا ما بيهمنيش حد، وانا دايما الطب والواو. اتمنى يكون